عارف لما تقابل حد يبان عليه الإرهاق وتسأله مالك؟ يقولك أنا بقالي وقت طويل من ساعة ما بدأت أكون أوفر ثينكر وأنا ما بقتش عارف أنام. وساعات بنتخيل إن الأوفر ثينكينج ده تكنيك معناه إن أنا بقيت شخص عميق وإني بفكر أفكار كويسة جدا وأفكار بناءة جدا، لكن الحقيقة لما نيجي ندعبس ورا موضوع الأوفر ثينكينج ده نلاقي إنه أغلب الناس الأوفر ثينكرز بيبقوا مرهقين تعبانين غرقانين في أفكارهم، في حين إن هم بيستخدموا الأوفر ثينكينج عشان يحلوا مشاكلهم أو عشان يكونوا ناس عقلانية. هل كل أوفر ثينكر شخص عقلاني؟ هل كل أوفر ثينكر بيعرف يحل مشاكله؟ مش شرط، لأن الحقيقة لما بندور ورا الناس دي فعلا بنشوف إنه بيبقى كل همنا إن إحنا بنفكر في الأفكار، بنفكر في الأحداث، هنوصل فين بعد كده محدش عارف. في الفيديو ده هكون بتكلم معاكم على الأوفر ثينكينج وإزاي بنحل مشكلة الأوفر ثينكينج وإزاي نوظفه صح. بس قبل ما أبدأ في ده عايزة أحكي معاكم عن 4 أنواع للأوفر ثينكينج. أول نوع هو الاقترار في الماضي، إني وأنا قاعد كده أبدأ أراجع أحداث الماضي كلها أو موقف حصل لي النهاردة الصبح أو إمبارح، يا إما حد قال لي حاجة، يا إما حد عمل معايا حاجة، يا إما أنا قلت أو عملت حاجة أنا مش راضية عنها، كأني بعيد الأحداث دي في دماغي النهاردة ودلوقتي وبتصرف فيها في خيالي بالشكل اللي كان المفروض أتصرف فيه في الماضي، وده بنسميه الاقترار في الماضي. النوع التاني من الأوفر ثينكينج هو القلق من المستقبل، إن ألاقي حد طول الوقت بيفكر بكرة هيحصل فيه إيه وإزاي أحل أزمات المستقبل. طب يا ترى الجوازة دي هتوصل فين في الآخر؟ طب يا ترى أنا هوصل فين في شغلي؟ يا ترى هحوش كام من الفلوس؟ فوابقى أنا النهاردة مش عايش اللحظة على قد ما أنا بأوفر ثينك في المستقبل. ثالث نوع من أنواع الأوفر ثينكينج هو التحليل المبالغ فيه في المشاكل وإزاي هحلها، فافضل أفكر 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 أفكر، ونهاية التفكير ده إن أنا بفكر من غير ما بتنتهي معايا الحل النهائي وإزاي هتصرف فيه. وبتبقى عادة الأسئلة ليه 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 ليه، مش إزاي وإمتى وإيه اللي حصل عشان أعرف أتصرف فيه. النوع الرابع من الأوفر ثينكينج وهو اللي بيسموه السوشيال انكزايتي أو القلق الاجتماعي، إني أنا وأنا قاعد في وسط الناس أبقى بأوفر ثينك الناس شايفاني إزاي، هيقولوا عليا إيه، يا ترى اللبس اللي أنا لابسه ده مريح بالنسبة للناس، لما هدخل القعدة دي هقعد جنب فلان ولا هقعد جنب فلانة. كل ال4 أنواع دي تصنف أوفر ثينكينج. كتير من الناس وهي بتحاول تحل ال4 أنواع دي بتستخدم تكنيك اسمه الديستراكشن، التشتيت أو الإلهاء. فيبقى حد قاعد بسبب إن عنده سوشيال انكزايتي يروح ماسك موبايل ويفضل يسكرول على السوشيال ميديا، لأنه دخل في لوب من الأفكار التي لا تنتهي، والسوشيال ميديا بتعمل له نوع من أنواع الإلهاء. بصراحة التكنيك ده تكنيك كويس معقول وكتير بنستخدمه بالذات لو حد غرقان خالص في أفكاره، بس هل ده التكنيك الوحيد وهل ده التكنيك المفيد عشان أبقى بخرج من اللوب دي؟ عادة لا، هو بيستخدم لوقت قليل جدا عشان أكسر بس النمط التفكيري اللي أنا دخلت فيه، وبعد كده أتحول لطريقة تفكير بناءة. بدل ما استخدم تكنيك الإلهاء محتاجة أتعلم إزاي أطور مهاراتي في إني أختار أفكاري، أو إن أنا إزاي أوظف الأوفر ثينكينج ده من إنه ماشي في الاتجاه ده لإنه ماشي في الاتجاه ده. طيب نعمل كده إزاي؟ عادة بيقولوا إن نص حل المشكلة إني أفهم إيه المشكلة، وده أول خطوة إحنا محتاجين نقوم بيها النهاردة في موضوع الأوفر ثينكينج. هو أن أنا محتاج ألاحظ وأسمي الوقت اللي أنا فيه بأوفر ثينك. أعرف ناس من كتر ما هي انتنس قوي في الأوفر ثينكينج بقوا يعملوا ألارم كل ساعة على الموبايل، ولما المنبه يضرب يشوفوا هم قد إيه من الساعة اللي فاتت قضوا الدقايق كلها في الأوفر ثينكينج، كأنهم بينبهوا مخهم إنه قد إيه إحنا ضيعنا وقت من الساعة اللي فاتت دي بن أوفر ثينك أكتر مننا بنعمل حاجة فعلية في الوقت. وأبدأ ألاحظ نفسي هي إيه التريجرز، إيه الحاجات المحفزات اللي حصلت لي عشان تخليني أبقى أوفر ثينكر. عادة الناس لما بتبقى فاضية ما بيبقاش وراها حاجة بتأوفر ثينك، لما بتبقاش بتشتغل وقاعدة في البيت بتأوفر ثينك، لما يبقى شغلها مش عاجبها بتبقى بنص مخ والنص التاني بتأوفر ثينك، لما يبقى
قاعدة مع حد مش سامعني ومش فاهمني ومش مهتم بيا خالص بأوفر ثينك. مهم قوي أبقى بلاحظ نفسي أنا إمتى في الوقت وفي المكان، الصبح ولا بالليل، أنا بدأت أوفر ثينك. ده بنسميها الملاحظة وباخد نوتس. تاني خطوة وتكنيك بنستخدمه عشان نعالج الأوفر ثينكينج هو إن أنا بحط حدود لأفكاري، وده عادة تكنيك بنستخدمه حتى في العادات السيئة اللي احنا بنحاول نبطلها. فلما حد مثلا يبقى عنده عادة زي إن هو بيشرب سجاير كتير وعايز يقلل من السجاير أو يبطلها، بيأجل الوقت اللي فيه بيشرب سجاير، إنه بدل ما يشرب سيجارة دلوقتي كمان 4 ساعات هشربها. فكرة التأجيل بتساعدنا إن احنا نوسع نفسنا، إنه الحاجة اللي ينفع أتنازل عنها ولقيت نفسي بتنازل عنها عادة بتنازل عنها خالص. وده نفس التكنيك اللي هنستخدمه في الأوفر ثينكينج، وعايزة أسمي ده الوري تايم أو وقت القلق. لو أنا النهاردة بأوفر ثينك أو دلوقتي وأنا في الشغل بدأ يجيلي فلو الأفكار الكتيرة، هقول لنفسي أجلي القلق ده لساعة القلق. انت واخدة نص ساعة النهاردة اسمها الوري تايم أو وقت القلق. أجلي الحاجة اللي انت عايزة تفكري فيها دي وتأوفر ثينك وخدي راحتك فيها في النص ساعة المحددة ليكي. حط حدود ليميتس لوقت القلق بتاعك، ما تلغيهوش. انت بتقول لمخك بشكل اندايركت انه أنا مديك مساحة تقلق، أنا بحترم قلقك جدا بس مش دلوقتي. حاجة مهمة جدا عايزة أقولها في النقطة دي، ما تخليش أفكارك المقلقة جوه دماغك، اكتبها في ورقة بره. وده بيسموه المايند ديكلاترينج، إن أنا بصفي دماغي وبخلي دماغي من الأفكار اللي محوطاني. فكل ما تجيلي فكرة قلقاني يبقى دايما معايا ورقة وقلم أو نوتة على الموبايل. أول ما تجيلي الفكرة أكتب عنوانها، مجرد كلمتين يوصفولي الفكرة اللي جاتلي. وفي التأجيل وقت ما يجي وقت القلق أفتح الورقة دي وابدأ أتناقش مع نفسي في الأفكار دي. الفكرة طول ما هي جوه مخي هفضل أفكر فيها، وقت ما أخدتها بره مخي وحطيتها أسقطتها على ورقة فجأة بلاقي مخي صفي وهدي. بعد ما لاحظنا نفسنا وسمينا الأوقات اللي فيها بن أوفر ثينك، وبعد ما حطينا حدود للوقت اللي فيه بن أوفر ثينك، جه الوقت اللي فيه نوجه أفكارنا. كتير مش بنتخيل في نفسنا إن احنا عندنا القدرة إن احنا نختار أفكارنا، وكتير بنتخيل إن مجرد إن الفكرة صوتها عالي في دماغنا ومتكررة وإنتنس إن ده معناه إن الفكرة دي صح ومهمة. لكن الحقيقة ده مش شرط. ممكن تبقى انتنس وصوتها عالي ومتكرر لأنها بتتعاد من حوالينا، لكن في قلبها في محتواها مش شرط خالص تبقى فكرة صح. وعشان كده احنا محتاجين نتعلم ازاي نختار أفكارنا، ولازم ندرك ان احنا جوانا في ليفل أعمق من أفكارنا. الليفل الأعمق ده هو اللي بيوجهنا وبيدايركت احنا هنختار أنهي نوع من أنواع الأفكار. في حد يقول أنا نفسي أقعد وأدخل في الناثينج بوكس، وطبعا أنا يعني من قلبي بحيي أي راجل بيعرف يدخل في الناثينج بوكس، بس مش اغلب الناس تعرف تعمل الحكايه دي، بس بيبقى نفسها تقعد في وقت ما تفكرش في حاجه خالص. والحقيقه علميا دي مش معلومه صحيحه، لان المخ يقدر في الثانيه الواحده يفكر في مئات الافكار، يجيله 100 فكره يفكر فيها في نفس الوقت، لان احنا جوه مخنا في طبقات بنفكر فيها. فمش بيبقى الحل ان انا اقعد اسكت دماغي عشان اعالج الاوفر ثينكينج. بيبقى حلها ايه بقى؟ ان بما اني كده هحتاج افكر، لانه دي الطريقه اللي اتخلقت بيها، فبدل ما احاول اسكت نفسي ان انا ابدل الافكار، بدل ما افكر في الافكار دي هبدلها بافكار تانية. فمثلا لو انا اللي مضايقني واللي انا باوفر ثينك فيه حاجه انا مش عارف اتحكم فيها ومش عارف اسيطر عليها، بدل ما اخلي مخي يتسحل فيها هبدل الفكره دي بفكره بديله اسمها ايه الحاجات اللي موجوده في حياتي انا عارف اتحكم فيها كويس. لو انا اللي شاغلني حاجه انا قلقان منها كتير في المستقبل، ابدل الفكره دي بفكره حاجات انا ممتن لوجودها في حياتي هنا والآن. لو الفكرة اللي سحلاني حد أنا متضايق منه جدا جدا جدا، أبدل الفكرة دي بقد إيه الشخص ده عنده حاجات تانية حلوة كتير، فبقى شخص موضوعي في طريقة تفكيري في الشخص ده. رابع حاجة، محتاج أعيش في اللحظة الحالية، محتاج أخرج بره العالم الداخلي بتاعي إلى العالم الواقعي. زي ما حكينا في أول الفيديو إن الأوفر ثينكينج بيبقى عادة يا إما أنا برجع للماضي وعيشه، يا إما بروح للمستقبل وبتوقعه وعيشه. لكن بسبب إن أنا عايش في الماضي وعايش في المستقبل، الحاضر بتاعي مش قادر استمتع بيه، مش قادر اكتشف انا مين دلوقتي. وعشان كده حل من حلول الاوفر ثينكينج تكنيك اسمه الجراوندنج، ان انا طول الوقت افكر نفسي بهنا والآن. تكنيكس كتيرة بتستخدم موجودة أونلاين، ويمكن في فيديو قدام نحكي في موضوع الجراوندنج ده. إن أنا أركز
عيني على حاجة موجودة دلوقتي في الأوضة اللي أنا قاعد فيها وبص عليها وركز في تفاصيلها. أشم حاجة ومخي يقول لي دي ريحة إيه. أمسك حاجة وأبدأ أحس بيها، أحس بجسمي دلوقتي، أنا حاسس بتعب ولا حاسس براحة، إيه اللي جسمي بيحاول يقوله لي دلوقتي. تكنيكس خارجية جسمانية بتساعدني إن أنا أخلي مخي بيركز فقط في الهنا والآن. فلاقيني بعد كده بفكر طب أنا إيه دلوقتي، أنا ورايا إيه دلوقتي محتاج أعمله. فغصب عني بدايركت مخي إنه ينسى المستقبل وينسى الماضي ويركز في اللحظة بتاعت دلوقتي. بما إن أنا عندي القدرة إن أنا أبدل أفكاري، محتاجة أتعلم إزاي إني أبدل أفكاري المبهمة إلى أفكار عملية. ببساطة محتاج أحول سؤال ليه لسؤال إزاي، بدل ما أغرق في إن أنا أحاول أجاوب على سؤال ليه ده حصل في الماضي أو ليه ده ممكن يحصل في المستقبل. طب what if، السؤال الشهير، طب لو ده حصل في المستقبل هعمل إيه؟ إن أنا أحول كلمة ليه أو سؤال ليه لأن إزاي هتصرف في الموقف ده، إزاي هطلع بأحسن استفادة من الحاجة اللي حصلت قبل كده، إزاي ممكن أكون بعمل حاجة النهاردة في الحاضر بتاعي عشان تأمن لي المستقبل. كده أفكاري المبهمة بدأ يبقى ليها سكيلتون، بقى يبقى ليها شكل وستراكتشر بيقودني لخطوات عملية بعملها هنا والآن. آخر نقطة بساعد نفسي بيها إن أنا أعالج موضوع الأوفر ثينكينج عندي، إن أنا أخرج بره نفسي وإن أنا أفكر في القيم اللي أنا عايش بيها. أنا عايز أبقى مين؟ ما بقاش غرقان في الأفكار بتاعت الماضي والمستقبل، على قد ما أقول أنا إيه القيم اللي أنا عايز أمارسها والسلوكيات اللي أنا عايز أبقاها. زمان أنا كان عندي مشكلة كبيرة قوي في الأوفر ثينكينج، وتحديت نفسي بتكنيك أحب أشارك بيه في الفيديو ده. اتحديت نفسي إن كل مرة هغرق في نفسي وأفكر في نفسي وخاف الناس بتفكر فيا إزاي وهتقول عني إيه. كل مرة بواجه فكرة كده بعمل حاجة أو بمارس سلوك أساعد بيه شخص تاني. فلو أنا قاعدة في البيت وجات لي فكرة يا ترى قالوا عليا إيه لما ما رحتش الاجتماع النهاردة بتاع الشغل، على طول أروح مطلعة مسج أبعتها لحد من أصحابي أسأل عليه. كل مرة بتجيلي فكرة تخليني أغرق في نفسي أكتر، أروح متحدية نفسي بفكرة ملهاش علاقة بيا خالص، ليه علاقة بشخص تاني. كده أنا بعود مخي إني ما ببقاش أنا الموضوع، ما ببقاش أنا محور تركيزي، ما ببقاش أنا كل اللي شايلة هم وبحاول أثبت وجودي فيه وبحاول أقول أنا موجودة. بقيت أحول فكري ومخي لأنه إزاي ممكن أكون أكثر استفادة للناس، وإيه القيم اللي أنا عايزة أوصلها للناس، وإزاي عايز أساعد الناس. ولأن مخنا عبارة عن patterns pathways جوه مخنا، لما بعوده إنه بدل ما يمشي في الاتجاه ده يمشي في الاتجاه ده، مع الوقت إن أنا بروح للآخر والآخر هو همي وانشغالي، بعد وقت بتبقى بتتكون عادة غصب عني. بلاقي الأوفر ثينكينج بيخف حاجة عن التانية. حاجة أخير عايزة أقولها في الفيديو ده، حاجة اتعلمتها من سنين طويلة ولحد دلوقتي التكنيك ده بينجح. إنه بما إن أنا مش بعرف أوقف تفكيري، وبما إن علميا مش هعرف عمري أعمل كده، بما إن إحنا فهمنا في الفيديو ده إن إحنا إزاي عندنا القدرة إن إحنا نستبدل أفكارنا، ماذا لو إن إحنا كل بداية شهر نمسك ورقة وقلم ونقول إيه المواضيع اللي إحنا عايزين نتطور فيها، إيه مواضيع عايزين نسمع عنها. أنا كنت بعمل كده زمان ولحد دلوقتي بعمل كده، إنه اكتب 3 مواضيع مثلا حاسه ان انا عايزه اتطور فيهم او سكيلز عايزه اسمع عنها اكتر، بعد كده اختار موضوع منهم الاهم بالنسبه لي دلوقتي ومحتاجاه دلوقتي هنا والان ان انا اتطور فيه، وابقى شاغله كل تفكيري ان انا اقعد اسمع بودكاست وان اتفرج على فيديوز على اليوتيوب عن انا ازاي اتطور في الحاجه دي. فغالبا مش بيبقى عندي وقت ان انا اوفر ثينك، لان انا طول الوقت بغذي مخي بمدخلات ومعلومات وافكار افكر فيها اعلى، وبتبقى مش منحصرة في نفسي على قد ما بتبقى مصدر إلهام ليا إن أنا أتطور فيها. لو أنت بتسمعني دلوقتي وأنت أوفر ثينكر، عادة وغالبا هتنهي الفيديو ده وأنت بتفكر هو أنا ليه أوفر ثينكر، وأنا عايزة أتحداك إن وأنت بتختم معايا الفيديو ده فكر إزاي هبطل أكون أوفر ثينكر، وإزاي هستخدم التكنيكس دي عشان تساعدني إن أنا أقلل من أفكاري الكتير اللي مش بتوصلني لحلول. أتمنى الفيديو ده يكون بيساعدنا. لو ساعدك اعمله شير لحد من أصحابك، متنساش تلايك وتسبسكرايب على الشانل.